لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة هنتكلم نبذة سريعة مختصرة عن الإعلامية الجميلة ياسمين عز. احمد ازيك عامل ايه؟ الو احمد كلت ولا ايه الو احمد ازيك عامل ايه؟ الو. الإعلامية الجميلة ياسمين عز مواليد عام 1988، وهي من مواليد محافظة القاهرة، وحاصلة على كلية الإعلام قسم إعلام من جامعة القاهرة. وتعتبر ياسمين عز إحدى أشهر الإعلاميات الجميلات بين إعلاميات الوطن العربي حاليا، نسبة لما تتمتع به من موهبة إعلامية مميزة ووجه حسن قمر طبعا. اعتبريه ابنك الرابع وشوفي معاملته معاكي هتتغير ازاي. جوزك دايما محتاج يحس بلهفتك، بخوفك عليه، محتاج يحس دايما انه لسه رقم واحد في حياتك. الأمر الذي مكنها من امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة. بدأت حياتها الإعلامية في برنامج عز الشباب على قناة روتانا مصرية، وشاركت في مسلسل بره الدنيا مع النجم شريف منير عام 2010، كما شاركت في مسلسل الصفعة عام 2011. رأي المثل من راس البر لكفر سعد، الدمياطي طول عمره وش السعد. ويقولك برضه من الزرقاء الفارسكور، الشك في الراجل الدمياطي محظور. ثم انتقلت إلى قناة MBC مصر لتقدم برنامج صباح مصري، وبعدها انتقلت لبرنامج حديث المساء بدلا من الإعلامية سهام صالح. وشاركت ياسمين عز الغناء في برنامج الموسم خلال عام 2018 على شاشة قناة MBC. اعتبريه ابنك الرابع وشوفي معاملته معاكي هتتغير ازاي. جوزك دايما محتاج يحس بلهفتك، بخوفك عليه، يحس انك امه البديله اللي لو طالت تطلع اللقمه زي ما بيقولوا من بقها وتديها له، لو طالت تعمل كده تعمل كده. وفوق كل ده وقبل كل ده هو محتاج يفضل طول الوقت شايف قدامه الموزه بتاعته. وغنت أغنية سميرة سعيد ما حصلش حاجة، وبدأت منذ فترة قليلة تقديم برنامجها الحالي كلام الناس على قناة MBC مصر. سألتوني ازاي حد بكامل قواه العقليه يقول ان الرجل احلى حاجه في الدنيا والباقي مكملات؟ الإجابة ببساطة لأني بكامل قوايا العقلية. نقطة. جماعة، حب الراجل ده مزيكا، معاملة الراجل ده مزيكا، اعزفي، خدي راحتك. الجميلة ياسمين عز كان لها تصريحات مثيرة جعلت بعض المتابعين لها أن ينتقدوها على هذه التصريحات. الجميلة ياسمين عز غير متزوجة، وهي كل عملها بالإعلام حاليا. دي الراجل أصلا يعني معروفة ما فيهوش عيوب، احنا بس اللي بنقف له على الواحدة. في قلة شواذ، في عيوب فيهم، في عيوب ما تتصلحش، في حاجات ما تتصلح، ولكن كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجمة الجميلة ياسمين عز.